أنا عمري ما خفت من الغربة. كنت فاكرة إن أقصى حاجة ممكن تعملها فيا إن تخليني أحس إني لوحدي. بس البيت اللي سكنت فيه الوحدة كانت بتنفس حواليا، كأنها بني آدم عايش حواليا ومعايا. البيت كان رخيص بطريقة تخوف. السمسار سلملي المفتاح وقالي اللي قبلك مشي بسرعة ومرجعش حتى ياخد حاجته. ضحكت وقتها، ما كنتش عارفة إن الضحكة ديت هتبقى آخر ضحكة أضحكها. أول ليلة صحيت على صوت تقليب ورق، كأن حد قاعد في الصالة وبيقرأ في كتاب. فقمت كده بالراحة، لقيت كتاب قديم على الترابيزة بس ملهوش عنوان ولا حتى اسم مكتوب عليه. بس أول ورقة في الكتاب مكتوب فيها اقرأي بس ما توصليش للآخر. ساعتها لقيت قلبي بيدق وقررت إن أنا أقرأه. والكتاب كان بيحكي عن بنت مغتربة، اسمها مش مكتوب في الكتاب، بس كل حاجة مكتوبة في الكتاب كأنه بيتكلم عليا أنا، نفس سني، نفس شغلي، حتى نفس المدينة اللي أنا قاعدة فيها. وفي صفحة لقيت فيها مكتوب النهاردة هي نامت في الأوضة اللي جنب المطبخ. فرفعت عيني كده واتضح إن هي الأوضة اللي أنا نايمة فيها. وكملت القراية في الكتاب وأنا أصلا مش قادرة أتنفس. ولقيت مكتوب هي دلوقتي حاسة إن في حد وراها. فقمت لفيت بسرعة أشوف مين اللي ورايا، ملقيتش حد. فرجعت تاني أبص في الكتاب، لقيت جملة بتقول لسه ما شافتش نفسها في المراية. فقمت جريت وقربت من المراية عشان أشوف نفسي. ما كنتش أنا. من يوم ما قرأت الكتاب ده، الكتاب كل يوم بيزيد صفحة وكل يوم بيحكي عن حياتي قبل ما تحصل. والسؤال هنا، هل الكتاب أنا اللي بقرأه ولا هو اللي بيكتبني؟ وقبل ما أقفل الكتاب لاحظت حاجة غريبة جدا ما كنتش واخدة بالي منها. لقيت آخر صفحة واقفة عندها، لقيت مكتوب رقم 17، وباب الشقة عليه لوحة مكتوب شقة 17، وعداد الكهرباء واقف على 17، حتى ساعة التليفون واقفة على 2:17. ورجعت أبص في الكتاب قبل ما أقفله، لقيت جملة ظهرت لي بتقول هي دلوقتي عرفت. وفجأة سمعت صوت ورقة بتقلب، كأن في حد قاعد بيقرأ كتاب غيري. وسمعت همس جاي من ورايا بيقول ومن بعد الهمسة ديت معرفتش انام. الصوت كان قريب جدا مني، كأنه طالع من جواي مش من الأوضة. المهم رجعت للكتاب وكان ايدي ساعتها بترعش من كتر الخوف. وفتحت الصفحة لقيت جملة ما كانتش موجودة قبل كده. الجملة دي كانت بتقول هي فاكرة ان الحكاية بدأت لما سكنت هنا، بس الحقيقة ان هي بدأت قبل ما تدخل البيت. ساعتها قلبي وقع في رجلي وقلبت الصفحة التانية، لقيت صورة قديمة لبنت واقفة قدام البيت اللي أنا قاعدة فيه ولابسة نفس لبسي. بس ساعتها وشها ما كانش باين، ما كنتش عارفة أميزه. ولقيت مكتوب تحت الصورة النسخة الأولى. وبعد ما شفت الصورة قمت جريت على الشنطة بتاعتي وطلعت بطاقتي. صورتي اللي في البطاقة نفس ملامح صورة البنت اللي في الكتاب، نفس البصة،
حتى نفس تسريحة شعري اللي في البطاقة، بس التاريخ اللي في الصورة اللي في الكتاب قبل ما اتولد ب10 سنين أصلا. فقمت رجعت أبص في الكتاب تاني، لقيت جملة ظهرت جديدة مكتوب فيها: كل مرة بتهرب بنخلق واحدة جديدة. في اللحظة دي سمعت باب الشقة بيترزع مرة واحدة، قمت بجري أشوف فيه ايه، لقيته مرة واحدة اتفتح واتقفل تاني، اتفتح واتقفل تاني. وانا في الصالة عايزة اشوف الباب بيتقفل بيترزع من ايه، سمعت صوت خطوات جاية من ورايا، كأن في حد موجود معايا في الشقة مع ان انا قاعدة لوحدي فيها. وكان في مراية عند باب الشقة، فببص فيها لقيت بنت واقفة ورايا لابسة نفس هدومي، واقفة وبتضحكلي. وببص لقيت مكتوب فوق في المراية: دي اللي هتكمل بدالك. وبعد اللي شفته في المراية ما بقتش عندي ثقة في أي انعكاس بشوفه قدامي، وجريت على الأوضة وقفلت عليا الباب، وجريت على الكتاب عشان أشوف هل ظهور البنت ده مكتوب في الكتاب ولا لأ. فتحت الكتاب لقيت مكتوب في صفحة جملة، لقيت مكتوب: النسخة اللي بتلاحظ هي اللي بتموت. أول ما قريت الكلمة دي رميت الكتاب من كتر الخوف. وفي نفس اللحظة سمعت صوت حد بيضحك جاي من المطبخ، والضحكة ديت مش غريبة عليا، الضحكة ديت أنا عارفاها. فعلشان ما خوفش نفسي ويحصل لي حاجة قعدت أهون على نفسي وأقول أكيد ده خيال، أكيد بتخيل، أكيد أنا بتخيل. فمرة واحدة مشيت بالراحة، فقلت أمشي بالراحة أشوف مين اللي في المطبخ ده. فتحت باب الأوضة بالراحة ودخلت، لقيت حد واقف على الحوض. هي بنت شعرها طول شعري وطولها تقريبا طولي. فقلت بصوت واطي: انت مين؟ لقيتها بترد عليا، هي ملفتش، لقيتها بترد عليا بتقولي: أنا اللي فاكرة كل اللي انت نسيتيه. ومرة واحدة لقيت الحيطة بتاعت المطبخ رقم 17 بيظهر، الحيطة بقت مليانة رقم 17. فقمت جريت في الأوضة، والكتاب كان مرمي في الأرض ومكتوب في الصفحة: لما يوصلوا 17 واحدة بس اللي هتفضل. وسمعت نفس حد واقف ورايا، فبلف لقيت البنت ديت وشها في وشي، بس عينيها سودا، ولقيتها بتقولي بصوت وحش قوي: دور جاي عليكي. وبعد اللي حصل ده صحيت تاني يوم لقيت نفسي مرمية في الأرض وعندي صداع جامد. فقمت عدلت نفسي على السرير وهديت نفسي كده شوية. وبعد اللي حصل لي ده قررت ان انا مبصش في اي مراية من مرايات الشقة، وقعدت اقنع نفسي ان كل اللي انا شفته ده كان ارهاق، تعب، بسبب ان انا قاعدة لوحدي مثلا. كنت بقنع نفسي عشان ما خافش، انا قاعدة لوحدي في الشقة. وقلت ان انا الهي نفسي في الشقة، وقلت اقوم انضفها. ورميت الكتاب وانا بمسح تحت السرير لقيت علبة قديمة مقفولة بشريطة بني، ففتحتها لقيت جواها ايصالات، كروت شحن، ورق شغل. وكل الورق ده لقيت اسم واحد بس اللي عليه، اسم نورة، ونفس اسمي، ما هو انا اسمي كمان نورة. ومش بس كده، نفس خطي. ولقيت في أرضية العلبة نوتة صغيرة ومكتوب في أول صفحة: لو قريتي ده ابعدي، انتي مش لوحدك. ففي نفس اللحظة لقيت تليفوني رن برقم غريب، فقلت أرد. سمعت صوت ست تعبانة شوية بتقولي: هو انتي لسه ساكنة هناك؟ فسألتها مين معايا وساكنة فين.
سكتت كده شوية ولقيتها بتقولي الشقة اللي انتي خدتيها برخص التراب، والسكة قفلت بعدها. رجعت للمفكرة لقيت جملة ما كانتش موجودة، والجملة ديت القلم بتاعها كأنها لسه مكتوبة دلوقتي، والجملة كانت لسه بدري. أنا أعصابي ما كانتش مستحملة أي حاجة، فسمعت صوت عداد، فقمت ببص على عداد الكهرباء لقيته بيعد، مع إنه كان واقف على رقم 17. بس بلف لقيت الصوت ده مش صوت عداد الكهرباء. فبعد اللي أنا شفته وسمعته قمت قررت إن أنا ما ينفعش إن أنا أقعد لوحدي وأسيب نفسي مع دماغي. فقررت إن أنا أنزل أسأل الجيران أشوف إيه اللي بيحصل لي ده. أول باب خبطت عليه كان ست كبيرة في السن، بصت لي من فوق لتحت كده وقالت لي هو انت الجديدة؟ فقلت لها ايوه. شدت الطرحة على راسها وقالت لي ايه ربنا يستر، وقفلت الباب في وشي. فقلت اشوف حد تاني. خبطت على جاري التاني لقيت راجل فتح نص الباب، ما فتحش الباب للاخر. واول ما قلت له رقم الشقة قفل الباب في وشي. انا مش عارفة في ايه، فقلت انا هسأل اخر واحد. فرحت لقيته شاب قال لي الشقة دي كل اللي بيقعد فيها ما بيكملش. فسألته قلت له ليه بيمشوا؟ قال لي مشوا ولا اختفوا معرفش. فبقول له انا قصدي مشوا ليه، ايه السبب؟ لقيته بيتوتر كده وقال لي معرفش. قال لي لو عايزة تسألي وتفهمي اكتر روحي لملك العمارة. فطلعت لصاحب العمارة، راجل كده عنده 50 سنة. خبط واستقبلني في شقته وسألته على الشقة. لقيته ماسك دفتر قديم كده وقعد يقلب فيه. قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي نورة. فبص لي كده مرة واحدة بدهشة. فقلت له في حاجة؟ قال لي اصل هي غريبة. قلت له غريبة ايه؟ في ايه؟ فلقيته بيقول لي بصي كده. بصيت في الدفتر لقيت كل اللي كانوا ساكنين قبلية بتواريخ مختلفة الا حاجة واحدة، كلهم مشوا في نفس اليوم وسابوا حاجتهم. واخر اسم في الدفتر لقيته مشطوب كده بالقلم، بس كان باين قوي ان هو اسمه نورة. فقلت له مين نورة دي؟ قال لي ديت اخر واحدة قعدت في الشقة، ومن بعدها محدش جه في الشقة غيرك انت. فقلت له شكرا ونزلت. وانا نازلة على السلالم لقيت تليفوني وصله رسالة من رقم مش متسجل على التليفون. فتحت الرسالة لقيت مكتوب فيها ما تسأليش تاني. ولما وصلت باب الشقة عندي لقيته مفتوح، مع ان انا متأكدة ان انا قافلاه. وهنا هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وقولوا رأيكم في التعليقات. شكرا.